السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين ودي قناتي. ان شاء الله النهارده هنعمل اوراق الفراخ بالرز البني. هنا معايا حله سخنتها، بدات اضيف لها 600 جرام من البصل بعد التنظيف. طبعا هنا بشوح البصل لغايه ما يبدا يدبل شويه، بعد كده بضيف له 3 او 4 معالق كبار من الزيت وابدا ان انا اقلبهم. هنا معايا رشه من الفلفل الاسود ورشه من القرفه البودر، وببدا ان انا اشوح البصل في زي المراحل دي كده لغايه ما بنوصل للبصل انه يكون بني. بعد كده ببدأ ان انا اخد جزء منه واضيف عليه زبيب وجوز هند، ده هيبقى للتقديم، وهنضيفهم في خطوة من الخطوات اللي جاية. ممكن هنا في الخطوة دي ان انا كنت اشيل البصل كله وبعد كده ان انا اضيف الفراخ، ان انا اشوح الفراخ، لكن بصراحة ما عملتهاش، لكن يفضل ان هي تتعامل عشان نضمن ان البصل ما يحصلش فيه اي حروق. هنا انا هبدأ ان انا اضيف اوراق الفراخ اشوحها على كل الاتجاهات، وبعد كده ببدأ ان انا اضيف بقية التوابل اللي هي القرفة الفلفل الاسود والقرفة البودر والملح والحبهان والورق اللورا. هنا ببدأ اشوح كل المكونات وبعد كده بضيف لها المية المغلية. وصفة سهلة ومفيش فيها مكونات كتير، لكن التفاصيل كلها بتعتمد ان البصل يكون متحمر يوصل للون البني. هنا هبدأ ان انا اضيف المية. بعد الغليان بنتأكد من ضبط الملح، بنظبط الملح. هنا ده الشكل كده. بعدين الفراخ بتستوي بخرجها، وبعد كده معايا كوبايتين من الرز المصري مغسول ومتصفي مش منقوع عشان نضمن ان هو ياخد لون الرز. بعد كده بسيبه لغايه ما بيبدا يتشرب، وببدا اضيف شويه الزبيب وجوز الهند اللي عليهم البصل، وببدا ان انا اسيبهم لغايه الرز ما بيستوي. بعد كده بقدمه بالشكل ده. الفراخ كنت حمرتها في الفرن.